إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد. وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات النادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا، وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق. أما بعد، فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحا بالتوبة إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واصبروا على إقامة فرائضه التي فرضها عليكم، دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم، واحذروا من تضييعها، فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها. فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم، وأحل له رضوانه في جنة النعيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها، فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها، لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات، ففرغوا لها القلوب محل نظر الرب، وطهروا لها الثياب والأجساد، تفوزوا بالقبول والقرب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وفي الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه، المشكور فيما بالجم من نعمائه، وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطي الباطل، سيدنا محمد وبالخير الهاطل، وعلى آله وصحبه الذين صيروا جيد الشرك شر عاطل، الذين بذلوا للدين حقه بلا ماطل. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه
توحيده وإدامة شكره وثنائه وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإياكم ومبارسة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوان أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه. آمين. يغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين.